السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يواصل اللاعب ميشيل فايزر تقديم مساعدة كبيرة مع ناديه الحالي نادي فيردر بريمن، وكان ذلك خلال الجولة الأولى من مباريات الدوري الألماني ضد نادي أوكسبورغ، في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة. هذه المباراة التي لعبت على أرضية ميدان نادي أوكسبورغ. وبعد نهاية المباراة تلقى اللاعب ميشيل فايزر الثناء عبر مختلف وسائل الإعلام الألمانية التي أشادت كثيرا بمستوى اللاعب من خلال مساهمته في أهداف ناديه، حيث قدم تمريرتين حاسمتين جاء على إثرهم أهداف نادي فيردر بريمن، مع العلم بأن اللاعب تم اختياره خلال هذا الأسبوع في التشكيلة المثالية لدوري الدرجة الأولى الألمانية. وقد سبق لهذا اللاعب أن نكد في وقت سابق بأنه يرغب في تمثيل محاربي الصحراء في حال تلقيه استدعاء من طرف الاتحادية الجزائرية، مؤكدا في نفس الوقت بأنه لم يسبق له أن تلقى أي اتصالات رسمية من طرف الفاف. والشيء الأكيد بأنه في حال تم استدعائه لصفوف المنتخب فإنه سيكون أحد الحلول الإضافية لمحاربي الصحراء في منصب الظهير الأيمن، خاصة في ظل الإصابات المتكررة للاعب يوسف عطال الذي يتواجد حاليا دون فريق. سلام.